محتاج تحقيق الفوز في كل مباراه فيه. الحمد لله طبعا على كل شيء. يمكن الدوري او الموسم بيتاخد مراحل مهمه جدا. المرحله اللي احنا فيها ديت لانها ختام الدور الاول، وبعدين تسبق كمان مباراه السوبر، فالحمد لله على الفوز. الحمد لله تسبق مباراه الزمالك وبعدين موسم مباراه السوبر. اكيد، ما انا بقول لك المرحله يعني ختام الدوري او ختام الدور الاول تحديدا، يعني مقبل على مباراه مهمه بالنسبه لنا اللي هي مباراه الزمالك، ومهمه جدا جدا في الدوري بالتاكيد، وبعدها مباراه السوبر يعني. الفرق اصبح نقطه واحده مع النادي الاسماعيلي متصدر من بدايه الموسم حتى الان. يعني الدوري طويل، والدوري نفس طويل جدا، وفرق بتتحمل ضغوط، وفرق عندها حلول، وفرق عندها مقاومات، فاعتقد لسه مشوار بدري جدا جدا على حسم اللقب او حسم البطوله يعني. طمنا على محمد شناوي، وسمعنا ان في اصابه في الضمه، صحه هذا الكلام؟ اول ما حس بس ان في حاجه في العضله الضمه او اجهاد في العضله الضمه او تعب في العضله الضمه، كابتن حسام فضل على طول انه هي يريحه، لكن ان شاء الله الرحمن في اول تمرين هيبقى موجود معانا باذن الله. حمودي واصابته ولا اشتكى من ايه؟ وضع طبيعي يعني، هو عنده حمودي بقاله فتره يعني، خد مباراه اتلتيكو مدريد وظهر بشكل كويس النهارده. كمان مأدي بشكل كويس، لكن اجهادات بقى سواء كان العضله الضمه او العضله الاماميه او الخلفيه يعني. النهارده عبد الله السعيد هل بيغيب يعني بتريحوه ولا؟ لا، هو كان في حقنه خدها، في الحقنه دي بتتطلب ان هو يريح 48 ساعه. تمام. ففضلنا ان كابتن حسام بدري والجهاز الفني ان هو يريح المباراه ديت، وان شاء الله الرحمن من بكره هيبقى موجود معانا في التمرين باذن الله. كابتن سيد خلاص طبعا او تاكد ان عماد متعب اعاره في التعاون السعودي. مؤمن زكريا وسمعنا ان الراجل عايز يمشي، عايز يروح الاماراتي. صحه هذا الكلام؟ وهل النادي الاهلي ممكن يعير مؤمن خلال يناير، ولا الوضع هيبقى ايه؟ متعب بتمنى له التوفيق، واحد من الناس اللي هي قدمت في العصر الحديث اللي احنا فيه ده، مش للنادي الاهلي وبس، للكره المصريه كمان يعني، فبتمنى له التوفيق في خطوته باذن الله اللي جايه ديت. فيما يخص باقي العروض بقى، عشان ما نتكلمش شخص بشخصه يعني، فيما يخص باقي العروض عندنا اجتماع ان شاء الله الرحمن بكره هيتم الحسم فيه مع الجهاز الفني كابتن حسام البدري ولجنه الكوره، وبعدين هنبدا نرد على العروض. لكن الناس لازم تبقى فاهمه برضو ان الاولويه للاحتياج الفني، مش مساله المقابل المالي يعني. بس يعني اللاعب اللي محتاجه النادي الاهلي مش هيمشي. وضع طبيعي يعني زي ما انا قلت دايما في عرف كره القدم، يعني كل الاحتياج الفني بيبقى نمره واحد، الا لو جات لك ارقام ضخمه جدا 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 جدا، زي ما اتكلمنا على ايفونا مثلا. يعني لما يجي لك حاجه ب 150 الف جنيه او 150 الف جنيه 150 مليون جنيه، 50 مليون ف شبه الالف. دي ارقام دي ارقام اعتقد ان محدش يقف عندها يعني، اكيد بتبدا تفكر يعني. لكن كمان بتزيد الامر صعوبه لما بيكون في نص الموسم، يعني بيبقى الاحتياج الفني اكتر يعني، لان تكمله موسم، تكمله دوري، بطوله افريقيه، بطوله كاس مصر، فبالتاكيد الاحتياج الفني نمره واحد يعني. حسين الشحات هل بالفعل في مفاوضات جاده لضمه في يناير ولا لسه ما فيش؟ بص، هي اسماء طبعا حاطين عيننا عليها، بنسعى ان يبقى في ضم، لكن عايز اتكلم في السوق المصري، السوق المصري الكروي يعني المقبول والمعقول جدا جدا يعني، هو المنطق. بعدت عن المنطق وبعدت عن الامر كلام المقبول. باسعار مبالغ فيها قوي. لا اعتقد خلاص يعني، انت من حقك تقول اللي انت عايزه يعني. الجاكيت ده بتاعك، انا شايفه ب5 جنيه، انت شايفه بمليار يعني، خلاص دي بتاعتك. تمام يعني، فبتاعتك هو حقك، اوكي. لكن اعتقد ان البعد عن المنطق، ما اعتقدش ان يبقى فيه حركه في السوق يعني، هتلاقي الدنيا صعبه شويه. فلو في اسعار ما اعتقدش انها تحقق حتى خارجيا، لكن من حق كل نادي او كل اداره انها تطلب اللي هي عايزاه في لعبتها يعني. نفس الكلام مع فريق سموحه ومدافعين فريق زي ما سموحه. قلت لك يعني، من حق كل واحد يقول اللي هو عايزه طالما يملك حق اللاعب في التفاوض، هو حر بالتاكيد يعني. اي حد يعني، ما بنقولش ده لان احنا كده النادي بتاعنا، لكن انا بتكلم لو انا عندي لاعب وعايز ابيعه ببيعه بس اللي انا عايزه. اه طبعا اللي مناسب، بس المناسب يعني مثلا يعني لو جالي عرض مثلا، مش هقول 40 مليون يورو مثلا، 50 مليون يورو، 60 مليون يورو، كلام مش هيبقى منطقي جدا يعني. بس